احنا في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان. أذربيجان وهي الحقيقة هنفرجكم ليه المنطقة يعني تستاهل إنهم يتنازعوا عليها، لأن هي منطقة جميلة بصراحة. رحلتنا المرة دي كانت غريبة وعجيبة. فكرة انك عارف انك داخل منطقة فيها حرب ليها هيبة برضه، بس احنا اتكلنا على الله وقلنا نجرب. مشينا في الطريق ده واللي كان حقيقي فريد من نوعه. ليه بقى يا سيدي؟ بص معايا كده، احنا في أرمينيا، جنبنا دولة اسمها أذربيجان، والاتنين دول بينهم وبين بعض حروب ومصانع الحداد زي ما بنقول عندنا كده. الطريق ده بقى جوه أرمينيا، بس سبحان الله واحنا في نص الطريق بتلاقي حتة منه اتقطعت وبقت تبع حدود أذربيجان اللي هي أصلا جنب أرمينيا. نعم، مش بقولك هي رحلة عجيبة كلها على بعض يعني. بس يا سيدي، أول مكان زورناه في المنطقة دي هو دير نورفانك، اللي يعتبر واحد من أهم الأديرة هناك لأنه موجود في مضيق نهر أربا الخلاب، وحواليه بقى منظر وهمي للجبال مكونة من صخور حمراء. الدير ده بقى مبني في القرن ال13 الميلادي. أكتر حاجة لفتت نظرنا هناك هي المقابر اللي جوه الدير نفسه، ولما المرشد لقاني بحاول ما ادوس عليها قال لي حكاية غريبة جدا. المقابر دي مدفون فيها أمراء وكانوا قاصدين إنها تتبني في الأرض اللي الناس هتمشي عليها عشان الناس كلها تدوس عليهم، نوع من أنواع إنهم يفضلوا فاكرين إن مصير الناس مهما طول في الحياة هيجي يوم ويتدفنوا، وإنه لازم البني آدم يعيش حياته متواضع وخدام تحت رجلين الناس مهما كانت مكانته. الستوب التانية بقى كانت شاكي ووترفول أو شلال شاكي، وده الصراحة كان حاجة وهمية. من أول الطريق بتاعه لحد ما وصلنا الشلال كنا عايشين في جو ممتع جدا. خلصنا يا جماعة الشلال، كانت تجربة مبلولة خالص. بصوا فوقنا ازاي، بس هو حلو قوي قوي قوي. هتشوفوا بقى الكلام كله طبعا هيعجبكم يعني. دلوقتي هنركب الكيبل كار عشان نطلع نتفرج على المنظر من فوق، وهنشوف كمان دير فوق.
نطلع تاتيف مونستري. طبعا كوكي كالعاده حافظه كل اسامي كل حاجه. كويس ان انا فيلا حافظه اسم القلعه. يلا بينا نطلع نتفرج مع بعض. بعد كده ركبنا أطول تلفريك في العالم، تلفريك تاتيف، اللي بيقطع مسافة حوالي 6 كيلو من غير ما يقف ثانية واحدة، بيربط بين قرية هالدوزر ودير تاتيف. أما ركبنا بقى كنا ماشيين وسط الجبال الخضراء والمراعي الجميلة، وتلاقي بقى المواشي والحصينة وبيوت الفلاحين اللي وسط الجبال، ده غير السحاب اللي كان في مستوانا حرفيا. وأخيرا وليس آخرا وصلنا للستوب الأخيرة، دير تاتيف، واللي بيعتبروا الأرمن أهم دير عندهم. الدير مبني في القرن التاسع الميلادي أعلى قمة هضبة تاتيف، وده مخلي الفيو اللي حواليه حقيقي خرافي. كمان هناك شفنا حفر كان محبوس فيها الناس اللي بيبشروا بالمسيحية زمان قوي. خلصنا يا جماعة دير تاتيف، ودلوقتي طالعين على الجرس بتاع الدير اللي موجود في نص الجبل هنا. فتعالوا نتفرجوا على الفيو اللي قدامه السحاب تحت الجبل. كوكي بتنام برضه مني للأسف.
ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فادي وكوكي، احنا عندنا حلم وهدف ان احنا نبقى اول زوجين مصريين يلفوا العالم كله سوا. وده طبعا هيبقى من خلال دعمكم لينا باللايك والسبسكرايب والشير.